تحدي النهارده من اسمك ايه؟ لولي. ومعانا لولي اصغر شيف في مصر، هو الوحيد اللي عارف الطحينه دي كلها بطعم ايه. تعالوا نختبر الشباب ونشوف هيعرفوهم ولا لا. يلا بينا. هي كلمتين، حليب والخير. ما تنساش اديني قلبك، وما تنساش اديني قلبك. اديني قلبك خد قلبي، اديني قلبك خد قلبي. اختار اي ساندوتش يعجبك، ولولي هيختار لك نوع طحينه، وحاول تعرف الطحينه دي بطعم ايه. تحب تختار ايه؟ كفته. لولي تحب نختار له طحينه عن ايه؟ سهل ولا صعب؟ تعال نسهلها له. ده اول واحد ديت. ماشي اختار ديت. ايوه اول تخمين هو ده اللي هاخده منك. ماشي طحينه سبايسي. طحينه بقى بطعم ايه؟ طعم الهريسه مثلا. الهريسه صح؟ صح. الله. ماشي حوش. صعبة بقى. الحمراء يا مزاجه. مش عارف. شكرا. اول واحد فشل مننا. شيش. اختار له ايه؟ الأصفر. لونه سهله جوسي جدا. كده. انت فود بلوجر خلاص. طحينه بقى بالليمون المعصفر. تسيب يا شباب. طلع جوله. ما اعرفش ايه. انت مش عارف السندوتش ايه ده؟ واضح جدا يعني. ليتس جو. لا على فكره. هنا بالجرجير. بنرجع للفار. الاير بيس عندي بيقولوا ايه في الكنترول؟ لا غلط. كفته. ود يا يوسف. ده شبه اللي قبله بس هو مش اللي قبله. احنا عاملين لكم ميكسات مخصوص هنا. ابلع. وده جد. غلط. فكر مع نفسك بقى انت ودرش شويه ونرجع لكم. انت من الصبح اي حد بيعدي عمال تخشش الناس. خلاص. تسحب بايه؟ شيش. جيب له بقى حاجة صعبة. اديله ده. اسحب. اللي معاه ربنا بيمشي على الميه، ولا ينفع ادوق الطحينه بس؟ انت قطه هتدوق اللي الطحينه بس. متأكد ان هو مش هيجيبها لأنه كلهم ما عرفوهاش. طب لو جبتها مش هعمل لك حاجة. بالنعناع. غلط. لا والله غلط. بالنعناع. والله العظيم. اشتكي للفار يا صاحبي. جيب حكام اجانب وارجع لي يا صاحبي معلش. اسمك طحينه اصلا يعني. احنا في مكانك المفروض تعرف. درجه على فكره. اسمك ايه؟ سندوتش ايه؟ شيش. ده شيش. سجق. ماسك السجق وبتقول شيش. قدامه مبشرها. هو في زنة حرقان. اعتبر دي اجابه طب ولا اعمل ايه يعني؟ كام عايز الاقي زعتر. زعتر. غلط. غلط. احنا بقالنا نص ساعه ما حدش بيكسب. معرفش اعمل ايه. شيش. نختار لك حاجه سهله علشان نكسبك. شفت محمد رمضان قال له انا بتلكك عشان اكسب جمهوري. لا ما تقعدش تعمل كانك بتفكر لسه قايلها من شويه. طب ما تقول تاني. بقول لك ايه خسران. استنى بنجر. بنجر. سحبت ايه؟ سجق. وحد جاوب على دي؟ تعال نجرب. الشباب عندها سنه 5 دقايق تركيز وفي الاخر خد اوحش اجابه غلط في الدنيا. سبايسي. هريسه سبايسي. قلت لنا على سؤال بامانه. قول. هل انت سمعتها من اللي قبلك؟ بامانه شكرا. يلا بينا. اسمك ايه؟ كفته. يوسف. اسمك كفته. يوسف. كل اليوسف يا كفته وقول لي ايه الدنيا. ماشي. هو ليه كله بيبص تحت؟ في حد بيغششكوا حاجه؟ طب افوت عليك كمان شويه. احنا بقالنا كتير قوي. ايه؟ مش عارف. لا مش عارف. شكرا. يا ليمون نعناع. دي شيء فواكه عموما اللي انت بتقوله ده. انت علشان اخوه مش هفرق بينكم. لا عشان خاطر بره. اخوه هيخلص هو كمان السندوتش في الاخر هيقول لي مش عارف. يعني ايه هتقول لي دي ايه؟ هو اللي ده انت هتقول لي دي ايه ازاي؟ اتفضل قول يا سيدي اللي هو ده وبطعم ايه؟ دي بالتوميه. موافق؟ اكيد. طحينه بالتوميه. جواب نهائي. اجابه غلط يا معلم. دي فاتورة النهارده. ولو عجبكم برنامج تحدي الشهور الجديد يبقى قولوا لي في الكومنتات اعمل لكم تحديات ايه الفترة اللي جاية. تقريبا نصكم خسرانين النهارده صح؟ 5 من 12. 45% الشباب يتدخلكوا ايه دي؟ ما تدخلكوش اي حاجة دي. زياده. بزيادة ايه؟ انتوا 45% فاشلين. خلي بالك بتسقط عشان كده. علشان انت مش عارف ان ال 45% تحت النص. يبقى قولوا لنا في الكومنتات نعمل تحدي الشهوري فين في الحلقات الجاية. يبقى جيبوا اصحابكم وتعالوا بطحينة وجربوا معاهم التحدي. وكنتم مع اقوى تحدي شهوري. عاوز ايه بقى جاي ورايا ليه؟ الجماعه تتفرج على الحلقه. بعد ما غش الاجابه هيقولها واحنا متفاجئين كلنا. استعنت بصديق. زبادي نعناع. اجابه برضه غلط.